كان هناك نجار ماهر يدعى خالد قضى سنوات طويلة في بناء المنازل بإتقان وحرفية. ولكن مع مرور الزمن، قرر التقاعد والراحة بعد رحلة عمل شاقة. عندما أخبر صاحب العمل بقراره، طلب منه بناء منزل أخير كخدمة أخيرة. شعر خالد بالملل، وبدلا من أن يضع روحه في العمل كعادته، استخدم مواد رديئة، وبنى المنزل بسرعة دون اهتمام بالتفاصيل. وبعد انتهاء البناء، فوجئ خالد بأن صاحب العمل قدم له مفتاح المنزل قائلا: هذا المنزل هديتي لك، مكافأة على إخلاصك طوال هذه السنوات. شعر خالد بصدمة وندم شديد. أدرك أنه لو علم أن هذا المنزل سيكون منزله، لبناه بأفضل ما لديه. لكنه الآن يعيش في بيت لم يبنه بإتقان. العبرة: كل عمل تؤديه اليوم هو جزء من مستقبلك غدا. أتقن عملك دائما، لأنك في النهاية تبني حياتك بنفسك. إذا أعجبتك القصة، لا تنسى الإعجاب والاشتراك لمزيد من القصص الملهمة.